انت بنت منك ليها. قومي قومي يلا هاتي ورقه وقلم واقعدي في حته محدش يدوش فيها، عشان هقول لك حاجات مهمه قوي تعمليها في بيتك ومش هتكلفك حاجه. يا اختي اول حاجه هتكلم عنها وانا منكوشه كده عشان هعمل حمام زيت معاكم دلوقتي. المهم ازاي تسرحوا شعركم وتسرحوه بايه. طب مبدئيا المشط الخشب لو كان ب 5 جنيه 10 جنيه 11 جنيه 38 جنيه 55 جنيه مش هيفرق سعره، المهم تضمني ان هو نظيف ما يقطعش الشعر. طب اعرف منين؟ ما عورنيش، ما احمرتش حتى. لازم تتاكدي ان السنون مش بتجرح، ده معناها ان هو نظيف وان هو مش بيقطع الشعر. والله بقى الراجل اوقات بيبيعوا ب5 واوقات بتروح اماكن تانية تلاقيه بيبيعوا ب100 جنيه، فهو على حسب المكان. طيب الفرشه دي كنت جايباها من بادي شوب، ده بادي شوب اوكي. بصراحه قطعت لي شعري وما عجبتنيش. جبت مثلا فرشه زي دي مع انها بلاستيك بس كانت لطيفه وبتساعد على عدم هيشان الشعر، وبصراحه بتسلك الشعر جدا. كانت لطيفه وكنت جايباها تقريبا بمبلغ يعني مش قوي بس المهم بعد كده نتكلم بقى عن الديرما رالر. ثانيه بس معلش قبل ما اتكلم عن الديرما، هو انتوا تعرفوا احنا امتى بنسرح وبنسرح كام مره؟ طيب احنا بنسرح مرتين في اليوم، مره اول ما بنصحى ومره تانية قبل ما بننام. طب يا شاهي ما بحبش اسرح قبل ما انام، مش مشكله، المهم تسرحي اول ايه ما تصحي. لو عرفتي تعملي مساج طول الوقت فروه راسك اعملي، لكن التسريح هم مرتين مش اكتر من كده. طيب لما بتستحمي بتسرحي شعرك على طول؟ لا لازم تسيبيه يندي شويه عشان ما يقعش معاكي، وخصوصا لو بتستحمي بميه سخنه. الديرما دي للشعر 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 للشعر. واحده فيكم تقول لي عايزه اعملها على وشي من غير دكتور، هلسعك. ليه؟ عشان ايه؟ شايفين انا وشي متاثر من ساعه ما استخدمتها على ايه؟ على وشي. فلو سمحتوا ما تعملوش زي انا، ممكن اسيبكم عادي لكن في الاخر بتعيطوا انا وشي بس دكتور الحقيقي. فنحترم نفسنا. المهم دي بتستخدم ليه؟ الحته اللي انت عايزه تنبتي فيها الشعر. ممكن تستخدم في المكان اللي هو ما فيهوش فراغات عادي، طبعا بتحفز الايه انها تضخ الدوره الدمويه في الحته دي. بس في حاجه ان انت لو ما عندكيش فراغات فمفيش داعي اصلا تشتريها، يعني ممكن بصوابعك مش بضوافرك تعملي مساج فروه راسك، مش كتر مصاريف هي وفري. المهم انا عايزه استقل مثلا الحته دي عندي، فهفضل اعملها كده 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 كده. بصوا هي بتمسك في الشعر اهو، بس الشعر عشان ناشف بيطلع منها بسهوله، لو الشعر مبلول تقطع. طيب بالنسبه للناس تقول لي حط الزيت الاول ولا الديرما الاول؟ لا طبعا الديرما. ليه؟ عشان برضو لو الزيت اتحط ده معناه ان الشعر اتبل، فهيتساعد على تشبيكه وتقطيعه. بتقعدي تمسجيها حوالي 3 دقايق بالديرما، بعد كده بتحطي الخلطه السحريه بعد ما بترجيها كويس قوي. طب يا شيخ انت ليه بتستخدمي الخلطه السحريه مع ان خلاص فروه راسك اتملت والفراغات اتعالجت وكمان شعرك تقل وطول؟ مش مهم، بنعالجه زياده وزياده لحد اخر يوم في عمري هفضل استخدم الخلطه القمر دي، حتى الريحه وحشه ما يهمنيش. البرفيوم ميست بيعمل ايه معانا؟ ايه البرفيوم ميست دي؟ الهير ميست بيعمل ايه معانا؟ ها بيعمل ايه؟ ما هو علشان يخلي شعرنا لافلي لافلي. هقول لكم ازاي يتعمل في البيت، وهقول لكم الخلطه الصحيه ازاي تتعمل في البيت. انا جايه هنا عشان ايه؟ جايه